في أول ظهور رسمي لحكيم زياش بقميص الوداد الرياضي، لم يكن الحدث عاديا ولا عابرا، بل كان بمثابة إعلان صريح عن عودة الروح وعودة الطموح وعودة ناد لا يقبل إلا بالمنافسة على القمة. الوداد واجه الفريق الكونغولي في مباراة حاسمة لفض الشراكة في صدارة المجموعة، مباراة كانت تحمل في طياتها الكثير من التحديات، خصوصاً في ظل غياب التنافسية لأكثر من شهرين، وهو عامل غالباً ما يربك إيقاع أي فريق مهما كان حجمه. لكن داخل المستطيل الأخضر أثبت الوداد أنه فريق يجيد التعامل مع التفاصيل ويعرف كيف يفرض شخصيته في المواعيد الكبرى. مدرجات الملعب كانت ممتلئة عن آخرها في مشهد يعكس المكانة الخاصة التي يحتلها الوداد في قلوب جماهيره. مباراة بشبابيك مغلقة وأجواء استثنائية منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وجعلت الخصم يشعر بالضغط منذ الدقائق الأولى. الوداد سيطر على مجريات اللقاء طولاً وعرضاً، ضغط عال، استحواذ إيجابي، وانتشار منظم في وسط الميدان، غير أن غياب النسق التنافسي أثر نسبياً على اللمسة الأخيرة، حيث أهدرت العديد من الفرص السانحة للتسجيل بسبب نقص التركيز. ورغم ذلك، كان هدف واحد كافياً ليصنع الفارق، هدف ثمين منح الوداد النقاط الثلاث، ومكنه من الانفراد بصدارة المجموعة، ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من ضمان التأهل إلى الدور الثاني بأقل مجهود ممكن. الأهم في هذه المباراة لم يكن الفوز فقط، بل الرسائل التي بعث بها الوداد إلى منافسيه، رسائل تؤكد أن الفريق يستعيد توازنه تدريجياً، وأن عودة حكيم زياش ليست رمزية أو إعلامية، بل إضافة حقيقية لمشروع رياضي واضح المعالم. الأحد المقبل سيعود الوداد لمواجهة الخصم نفسه، لكن خارج الديار في الأراضي الكونغولية، بهدف العودة بنتيجة إيجابية تؤمن التأهل بشكل رسمي ومستحق. كما يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تأهيل الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وهي صفقات يعلق عليها أنصار القلعة الحمراء آمالاً كبيرة لحسم لقب البطولة الوطنية والمنافسة بقوة على كأس الكونفدرالية الإفريقية. الوداد الرياضي لا يلعب من أجل مباراة واحدة ولا من أجل صدارة مؤقتة، بل من أجل مشروع متكامل يهدف إلى إضافة اللقب الإفريقي الوحيد الذي ما زال ينقص خزينة النادي، بعد أن بصم على تاريخ حافل بجميع الألقاب القارية الممكنة. الخلاصة واضحة: الوداد عاد، وحكيم